انسى الفسيخ والبيض الملون. الحكاية الحقيقية لشم النسيم أقدم وأغرب من كده بكتير. أهلا بيكم في أصلها مصر. تعرف إن الأكلة دي ترند بقالها 5000 سنة، وإننا بنحتفل بعيد هو أقدم عيد على مر التاريخ. القصة بدأت عند أجدادنا المصريين زمان لما قسموا السنة ل3 فصول: الفيضان والبذر والحصاد. وعشان الحصاد هو المكافأة وبداية الخير، وعملوا عيد بتجدد الطبيعة وسموه شمو، يعني بعث الحياة. أما بقى في العصر القبطي الكلمة اتطورت وبقت شوم النسيم. ولما العرب جم ولقوا الجو بديع والدنيا ربيع والنسيم بيهفهف، الكلمة اتحورت لشم النسيم اللي مجمعنا النهارده. طب الاحتفال ده يكمل ازاي؟ المصري القديم كان بيروح عند النيل والحدائق العامة، خلى كل صنف بناكله في اليوم ده ليه معنى وليه قصة. يعني السفرة بتاعتنا دي مش مجرد أكل، والفسيخ بيتملح عشان يعيش ويخلد. أصل المصريين كانوا بيحبوا حنوطة كل شيء. أما البصل فكان المضاد الحيوي بتاعهم، قاهر الأمراض وطارد الأرواح الشريرة. والخس والملانة دول بتوع الخصوبة والحياة الجديدة. يعني من الآخر وانت بتضرب الفسيخ والبصل خليك عارف ان انت امتداد لأجدادك، وانهم عايشين معانا لحد النهاردة بأعيادهم وأكلاتهم. كل شم نسيم وانتم طيبين. سلام.